السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي 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 حبايبي، وحشتوني من آخر فيديو عملناه مع بعضينا. عاملين ايه؟ كويسين بخير؟ يا رب يكونوا بخير وبصحة يا رب. حبايبي انتوا هتتفرجوا على الفيديو بتاعنا وانا هحكي حكايتي. ان واحدة معاها ابنها ومعاها بنتين، بس ما جابتش غيرهم. راح تعبت جامد، الست دي تعبت جامد. فطبعا ايه، ربنا كرمها وايه، ومع العلاج وكده ويعني وراحت للدكاتره وكده، الحمد لله ربنا خد بيدها وخفت. لما خفت وقامت من العيا وخفت وقت حلوه، قالت ايه، لا دي جوز ابنها، عايزه اتجوز ايه، ابنها. ابنها في الحلقه في الساعه دي كان عنده قد ايه، كان عنده 18 سنه. هي عايزه تفرح بيه بقى، وهي لما تعبت وكده قالت لك ايه، لا تفرح بيه ويبقى في بيته وليه بيت وكده. كان هو على البنتين، فكان عنده 18 سنه. هتجيب له عيله قد ايه؟ هتجيب له طبعا عيله اصغر منه. فراح ربنا كرمها وراحت ايه، جابت له طبعا عيله، بس طبعا اصغر منه، ما دركتش الحياه ولا العيشه اللي هي كانت عايشه فيها. طبعا ايه بقى، كل يوم بقى ايه، مشاكل 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 معاه. المهم ايه، ربنا كرمهم وخلفوا بنت. البنت دي كانت عندها حوالي 6 اشهر. جم ولاد الحلال ربنا خصصهم لها، لعبوا في ودانها. قالت له لا انا مش عجباني العيشه دي، انت من ناحيه وانا من ناحيه. قال لها طب والبنت اللي ديت مصيرها ايه؟ راحت حطاله ايده فوق ايديها في وسطها وقالت له ليه، وانا لما جيت لك بيها؟ قال لها يعني ايه؟ قالت له لا انا ما جيتلكش بيها، اطلع من غيرها. الله، خلاص اللي انت شايفاه. راح واخد بنته، وطبعا امه معاه. امه طبعا ربنا مديها الصحه الحمد لله. راحت واخده الايه، البنت. البنت كانت عندها في الساعه دي بقول لكم 6 اشهر. بقت تجيب لها اللبن اللي هو ايه في العلب ده. كانت تقبض المعاش وتروح تقول لك في عز الرخص، في عز الرخص كانت تجيب لها العلبة ب50 جنيه. كانت تجيب لما يخلص من الأجزخانات كان بيبقى عندها استبن. وكانت تسيب عربين عندي في الأجزخانات، أول ما ينزل تروح تجيب لها. البت اتربت وبقت حلوة، بقى عندها يجي سنة سنة ونص. الحمد لله ربنا كرمها وفطمتها من اللبن، وبقت حلوة البت وماشية وزي الفل. فطبعا ايه، راحت سنة أولى. راحت دخلت السنة أولى، بقت حلوة الحمد لله. دخلت بقت هي لما بقت في رابعة، راحت ايه، أمها ظهرت. كانت أمها بقى متجوزة وعاشت حياتها وجابت 2 غيرها. فلما ظهرت أمها قالت لهم أنا عايزة أشوف بنتي. قالوا لها عايزة تشوفي بنتك؟ قالت لهم قال لها تعالي شوفي بنتك، وعايزة تقعدي معاها بدل اليوم 10 اقعدي، انما احنا نطلع بره ونقعد في حتة بره ونقعد هنا كده كده لا، تعالي واقعدي معاها. راحت ايه، بقت تيجي وتقعد وتقعد مع بنتها وكده. هو قالت لهم وانا عايزة اخد بنتي عندي تقعد معايا 10 15 يوم في الاجازة. قالوا لها لا، هو انت لما كانت عندها 6 اشهر كان حد ضربك على ايدك لما سبتيها؟ طب ارجوكوا الحكايه الروايه الدهانيه تقعد معايا ال15 يوم اجازه. قالوا لها مالكيش عندنا عيال، احنا نشكر ان احنا بنقول لك تعالي اقعدي واقعدي معاها، وبنقول لك اقعدي بدل اليوم 10. احنا ما قلنالكيش لا ما تشوفيهاش، احنا ناس غيرنا نقول لك ما تشوفيهاش. فطبعا هنا بقى ايه، هم بعتوا بيقولوا لكم انتوا كده احنا ظالمينها، عايزينكم انتوا تبعتوا لها تكتبوا لها في التعليقات ان هي كده، هم كده ظلموها، تردوا عليها حبايبي، تردوا عليها. خلاص نخش بقى على بقية الفيديو بتاعنا.
حبايبي كده بقى ايه، معلش التليفون رن، معلش انا اسفه. يلا نخش بقى على الفيديو بتاعنا. بصوا هنا بقى ايه، كان عندي طبعا شويه غسيل اهم مكركونين على ايديكم اهو الشمال كده هم. فقلت بس ايه قبل ما يعني قبل ما انشرهم اروح امسح بس ايه البلكونه، عشان انتوا عارفين ان هي كده على الشارع بتلم تراب كتير. بصوا بقى حبايبي، ده يومنا ده يومي اللي انا اللي انا هو دوك يومي. يعني اللي انا صورته لكم ده كله هو ده يومي اللي انا فيه. زي ما انتوا شفتوا كده مواعين، كان عندي كمان الاكل اللي انتوا شفتوه ده كان عندي، بس عملت بس طبق رز لاني كنت صايمه. بس هو ده يومي اللي انا صورته لكم دوك، هو ده اللي انا بعمله في يومي. هنا بقى بننشر شوية الغسيل. كانت غسلة المفارش كده اللي هي الدفايات ديك، كنت غسلاها ورحت قلت بقى ايه طبعا عشان ايه بس تلحق تتهوى. انا كده كده مش بضمن بقى الجو، ممكن يوم ينطر، يوم يبقى عاصفة، فالشوية الغسيل اللي يطلعوا الحق اوام ايه انشرهم. انتوا اعملوا كده زيي، يعني الوقت الكويس يلا انشري تكسبي انت الايه، بدل ما يبقى متركن عندنا في الطبق، وبينه وبينكم لما بيتركن شويه بيعمل ريحه وحشه. معرفش بقى عيب ايه مسحوق، عيب ايه معرفش. فانا بقى ايه، لا اقول طب ما انا هويه، بدل اما يعمل، ولو عمل ريحه وحشه هضطر ان انا اشطفه تاني. لا طب وانا ليه استنى الفرصه واروح جو كويس، اروح نشر على طول. ادام ما فيش لا نطره ولا في اتربه نروح نشرين. يعني تكسبوا وقت. هنا ام حماده بتنشر اهو المفارش دي. هي كانت الدفايات كانت على السراير اللي هم الاوضه اللي فيها السراير دي، ورحت ماسكاهم غسلاهم، وقلت بقى ايه اروح انشرهم مع حبايبي كده. يلا حبيبه قلبي قومي بقى، لو انت عندك شويه غسيل، عندك شويه مواعين، الشجاعه مع ام حماده تديكي تشجيعه كده حلوه. اوعي تقولي ان ام حماده بتعلمنا، لا لا لا، احنا كلنا دلوقتي ما شاء الله الحمد لله، وكلنا بس حتى لو ما عرفناش حاجه كله بيتعلم مع بعضين. البت كنده الجميله هنا بتقول لكم باي باي، حطوا لايك. البت كنده عماله الزن بقى، سامعين صوتها عماله الزن، وانا ما بحبش الزن. بص هنا بقى هي جايه تحت رجلي بتقول لكم باي باي، وتخرج وتقول لكم اعملوا لايك. خلاص يا ام حماده، ربنا يديك الصحه، مع الف سلامه.